وعدم الاتفاق على الأسس والمبادئ القانونية العامة. وأخيرا وهذا هو اللي يهمنا، إنها بالنسبة لفنيا اختلاف في تفسير وطبيعة الموضوع المطروح. احنا كمهندسين وعلماء بنرى ان الازمه فقط ازمه فنيه، ولكن الحقيقه هي ازمه متعدده الجوانب، لها اكثر من جانب. لها جانب سياسي دبلوماسي، لها جانب اقتصادي، لها جانب تشريعي قانوني، لها جانب اجتماعي، لها جانب تاريخي، لها جانب ديني، بالاضافه الى الجانب الديني. احنا يمكن في محاضرتنا حاليا هنركز فقط على الجانبين اللي هو الفني والهندسي والديني. عشان كده احنا بنقول ان ازمه حوض النيل هي عباره عن ازمه فنيه لحوض نهر مشترك من احد الاحواض الدوليه المشتركه اللي بيشترك فيها اكثر من 10 دول. الاحواض الدوليه اللي فيها 10 دول 5 فقط في العالم، فمصر واحده فيهم، ولها جوانب طبعا اجتماعيه واقتصاديه كالتالي، وتحتاج الى اعاده توازن وجوانب قانونيه قابله للتطبيق. كلنا عارفين طبعا بالنسبه لمنظومه نهر النيل ايه الروافد بتاعته وايه طوله ومساحته، ودي طبعا انتم كمهندسين عارفين هذا الكلام كويس جدا. في طبعا مجموعه سدود تمت سابقا ولاحقا، وده اللي هنتكلم فيه في هذه المحاضره. الدول المتشاركه على هذا الحوض ممكن نقسمها الى 3 كاتيجوريز. دول المنبع الشرقي اثيوبيا اساسا ومعاها اريتريا، دول المنبع الجنوبي اوغندا كينيا تنجانيقا اللي هي حاليا اسمها تنزانيا ورواندا وبروندي، زائد القرب الديمقراطيه. انا مش حاطط القرب الديمقراطيه من ضمن المنبع لانها يعني بعيده جدا عن انها تكون دوله متشاطئه، بل هي دوله بتشترك فقط في البحيرات. دول المصب كما هو نعلم مصر والسودان، وانضمت اليها مؤخرا جنوب السودان. دي رسم يوضح لك المنظومه بسرعه. جوانب الاقتصاديه، ده عدد السكان مع المساحه والكثافه السكانيه. هنلاقي ان في دولتين فقط كبار اللي هم مصر واثيوبيا، وثالث واحد الكونغو الديمقراطيه، والباقي دول صغيره. كمل يا باشا. ده رسم الكثافه السكانيه. اجمالي الدخل بتاع هذه الدول واضح تماما ان مصر على قمه هذه الدول 120 مليار دولار جي ان اي، بينما في دول اقل من واحد زي بروندي او رواندا. الديون، ودي قضيه مهمه جدا بالنسبه لجماعه الاقتصاديين، ان انت بتحسب الديون بالنسبه لجي ان اي وبتشوف النسبه بتاعتها. اذا النسبه وصلت فوق 60% فطبقا للستريكت تعتبر دوله معرضه للافلاس. احنا الحمد لله ما وصلناش اكثر من 30% حاليا. ده مهم جدا. هذا الرسم بيبين لنا ان في اكثر من 30 بلايرز بيلعب في النيل، منهم منظمات دوليه، وكالات وهيئات غربيه، وزارات خارجيه، ودول مسمى. دول لهم دور برضه في النشاط البيئي والنشاط الفني. عشان كده احنا قدرنا نحصرهم على هذا التقسيم. الجوانب القانونيه مش عايز استمر فيها كتير. احنا هنتكلم على 3 جوانب: اتفاقيات دوليه مبرمه، والاطر المؤسسيه المنظمه لهذه الاتفاقيات، والمبادئ القانونيه اللي بتحكم الاتفاقيات في المجال الدولي. ده سجل الاتفاقيات اللي تمت قبل الحرب العالميه الاولى. يهمنا في هذا الموضوع فقط المعاهده الماضيه ما بين بريطانيا واثيوبيا. احنا كنا يليها تحت الاستعمار البريطاني، فتعتبر ما بين مصر واثيوبيا، وكانت اثيوبيا مستقله ومضى على هذه الاتفاقيه الامبراطور مينيليك الثاني، وقال من ضمن نصوص الاتفاقيه ان هو بيحترم الجوانب البيئيه وبيحترم حصه مصر في هذا الدين. الاتفاقيات اللي تمت قبل انشاء السد يهمنا في هذه الاتفاقيات اللي هي بتاع 29 اللي هي اتوقعت
اتوقعت ما بين مصر كدولة مستقلة وبريطانيا اللي بتمثل دول الجنوب، او الدول الاستوائية. اللي كان بيوقع هذه المعاهدة محمد محمود باشا رئيس الوزراء، وسير لويد ممثل بريطانيا لدول السودان. لان كان اسمه سودان بريطاني وسودان فرنسي، وهو ده كان بيمثل السودان البريطاني. كلنا عارفين 59 في نصوص محفوظ جدا، ومع ذلك في نقد له. احنا ادي الايجابيات بتاع هذا الاتفاق. اول اهم شيء في هذا الموضوع انه اكد على الحقوق المكتسبه ل 29. النقد بتاعه ان هو لم يشر الاتفاقيات السابقه ان في وجود لم يتم تفعيلها، انها ما وضحش رؤيه مستقبليه، ما وضحش ايه مده العقد ولا كيف يمكن ولا حل النزاعات اللي احنا وقعنا فيها دلوقتي. ولم يشر برضه الموضوع مهم كمهندسين، لم يشر الى الانهار غير النيليه. الدول دي كلها بالكامل عندها انهار غير نيليه لم تذكر في هذه الاتفاقيه. بعد كده تمت بعض الاتفاقيات اللي يهمنا اتفاقيه بتاع مصر واثيوبيا سنه 93. هذه الاتفاقيه كان من ضمن نصوصها حمايه البيئه. يعني احد النصوص الاساسيه ان احنا نحمي النهر من اي تلوث يحصل. الاطر المؤسسيه عندنا الهيئه الدايمه لمصر والسودان اللي هي كانت من ضمن النصوص بتاعه اتفاق 59. وبعدين عندنا التيكو 9، وبعدين عندنا المبادره بتاعه 99 اللي هي قلنا في هذه المبادره سننتهي بمفوضيه اللي هي المشروع الاطاري بتاع انتين. المبادره طبعا كان لها جوانب، وكان لها الدول المنحه دخلت في خدمه، يعني ابتدت تهتم بموضوع المبادره. لما رجعت المشاريع اللي تمت بالنسبه لهذه المبادره لقيت معظمها بيهتم بالموضوع التعاون الفني والبيئه، لكن لم يشر الى اكثر من كده. ولذلك الصرف في خلال ال10 سنوات اللي فاتت لا يزيد عن 70 مليون دولار، وده مبلغ تافه جدا بالنسبه للدول المنحه. الاطر المبادئ القانونيه اهم ما في الموضوع اللي هو 97 اتفاقيه هم بتاعت الاستخدامات غير الملاحيه اللي اتمضت سنه 97. اقرت 3 مبادئ مهمين جدا: الاقتسام العادل والمنصف، الاستخدام البريء، والاخطار المسبق. وده اللي احنا اعترضنا عليه في موضوع انتيبي فيما بعد. احنا بقى كفنيين يهمنا الموضوع المائيه بحوض النيل. هنتكلم على موضوعين بسرعه: نصيب الفرد من المياه العذبه في هذه الدول، واستخدامات هذه المياه. نصيب الفرد ده مرتبط بالفقر المائي، واستخدامات المياه مرتبطه بحاجه اسمها الفيرشوال ووتر او المياه الافتراضيه. ده جدول يوضح ببساطه ان احنا ما عندناش مياه عذبه. كل المياه العذبه الداخله لا تجاوز 2 مليار، في وقت الكونغو فيها 900. الميه اللي بتجي لنا كلها بتيجي لنا من بره، ما بتجيناش من جوه. وده يوضح بس بالكلام اللي احنا قلناه نصيب الفرد. كملي. الموارد العذبه كما كلنا عارفينها تنقسم الى 3 موارد، يا اما طبيعيه متجدده او غير متجدده، او موارد صناعيه او غير تقليديه ساعات بنسميها. الفقر المائي الناس تعرفت على انه اقل من 1000 يبقى فقير مائيا، اكثر من 1000 يبقى عنده وفره مائيه. لكن هذا المفهوم يعتبر مفهوم غير واقعي، لان احنا خدنا عنصر واحد اللي هو ريسورس، المورد فقط. التقسيم الحديث بيدخل 4 عوامل ثانيه غير الريسورس اللي هي الاساس، الامكانيه والكفاسيتي القدره ونوع الاستخدام والبيئه. وده الجديد في هذا الموضوع. بيمسكوا جميع الدول ويدي كل واحد 20%، وبعدين يحسب الفقر المائي ويشوف ترتيبه في السلسله العالميه. لما عملنا الكلام ده بالنسبه للدول 11 بتاعتنا،